سلام البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم على خير. اليوم راح ندير لكم هذه الشوكولا اللي كنتوا كامل طلبتوها مني. مش مكلفه، انا راح نخدمها بالحوايج اللي كانوا عندي، واش متوفر عندي راح نخدمها. تابعوا معايا باش نشوفوا مع بعض المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه لهنا واش عندي الشوكولا هذه كانت فضلت لي من الكاطو هذاك اللي كنت درته معاكم، ودوك نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. وعندي نواة كاجو، وعندي شويه بيستاش، وعندي جوز كنت حمصته، كامل راهم محمصين. الجوز لهنا محمص ومدشش، مش مطحون، كسرته هكذاك بيدي برك. وعندي هذو ليمون اللي راح نخدم بهم. لهنا في ذيك الشوكولا اللي كنت مذوبتها على حمام مائي نضيف شويه جوز كما راكم تشوفوا، ونبدا نحط هذيك الشوكولا في المول تاعها ونعدلها ونحطها اكيد في الثلاجه حتى تتماسك لي. عفوا لهنا قبل ما نحطها في الثلاجه، كي تكون هكذاك مازلت ما حطيتهاش في الثلاجه، نجي نزينها بهذوك المكسرات. لهنا انا استعملت نواة كاجو، استعملت بيستاش. لهنا واش عندك مكسرات استعملي. وبطبيعه الحال استعملت هذوك الفواكه المجففه، انا عندي في اللون الاحمر، استعملت منهم للتزيين فقط. لهنا اختياري التزيين واش عندك ديري، ما نفرش عليك ديري التزيين تاعي. لهنا نروحوا للمرحله الثانيه. عندي ثاني شوكولا كما راكم تشوفوا بالحليب، ذوبتها على حمام مائي وضفت لها الجوز هذاك اللي كنت حمصته وكسرته فقط بيديا. نجي نديرها في هذو ليمون الصغار كما راكم تشوفوا هكذا، ونعدلها ونحطها اكيد ثاني في المجمد باش تماسك معايا. هنا التزيين مش راح ندير لهذو صغار، ونجيو نكملوا مع بعض. لهنا بعد ما حطيتها تماسكت لي في المجمد، نجيو نحيو مع بعض. راح تنحى معكم عادي. شوفوا البنات راهي واجده كما راكم تشوفوا. نجيو نخدموا بالشوكولا بالحليب. نزيد ندير نفس المرحله كما راكم تشوفوا، ندير الشوكولا هكذا ونعدلها. ولا هنا التزيين ثاني نفس التزيين، استعملت مش حاجه مخالفه ولا مغايره. لهنا درت شويه نواة كاجو كما راكم تشوفوا، وشويه بيستاش، شويه هذيك الفواكه المجففه. لهنا واش عندك استعملي، تقدري تستعملي هذيك الحلقومه تاع التوت، تقدري تستعملي اي شيء عندك متوفر، ما تتقيديش بالاستعمالات اللي راني نستعملها انا. لهنا بعد ما حطيتهم في المجمد وتماسكوا لي، نجي نحيهم كما راكم تشوفوا راهم يتنحيو معايا فاسيلمون، مش راح يديرونجيوك ومش راح يتكسروا معاك ثانيك. شافوا كيفاش تنحت معايا. نجي لهنا نحي هذه الكبيره معاكم. شافوا كيفاش، صدقوني روعه كمكسرات تلقاوها لداخل معمره بالجوز، ذوقها روعه. لهنا نروحوا لمرحله التزيين. عندي هذا الورق نورمالمون راهو فيه 50 ب35 الف، شريته راهو متواجد في الاسواق. راح نغلف به هذوك الحبات الصغار اللي كنت خدمتهم. هنا تغليف اختياري، تحبي تغلفي تحبي ما تغلفيش، كتكوني راح ديريها هديه ولا تحبي تغلفي تحبي ما تغلفيش، يبقى الاختيار اختيارك. هنا انا غلفتهم كامل كما راكم تشوفوا بنفس الطريقه. نجيو باش نزينوهم مع بعض، عفوا نجيو باش نديروهم في العلبه مع بعض. نحن نعطيكم العلبه اللي استعملتها، ونعطيكم نعطيكم السعر البايع قداش تبيعوا الحبه. شوفوا انا العلبه هذه شريتها على ما اظن 9000 فرنك، على ما اظن هكذا نورمالمون 9000. شوفوا لهنا الحبات الكبار بشحال تحسبوهم، تحسبوا الحبه ب15000 واسمو، والحبات هذوك الصغار تحسبوا الحبه ب3000 3500 نورمالمون هكذا. وتزيدوا تحسبوا حق العلبه وتضيفوا التعب تاعكم. هنا انا اعطيتكم بشحال تحسبوا للحبه، وكل وحده كيفاش تخدم، وكل وحده ولايتها، وكل وحده السعر تاع الحوايج اللي شريتهم، كل وحده والولايه تاعها. لهنا انا هضرت لكم على الولايه تاعي اللي نسكن فيها انا، ولايه السطيف. تحسبوا الحبات الكبار ب15000، وتحسبوا الصغار 3000 3500 هكذا، وتحسبوا العلبه تاعكم اللي شريتوها وحق التعب تاعكم تزيدوا شويه. هذه هي البنات. لهنا نجي نغلفها كما راكم تشوفوا ونغلق عليها. لهنا في الغلق انا مانيش محترفه باش نغلق ولا اني ما درتش هذيك الربطه هذيك، ما درتهاش مليح.
يعني هنا اللي محترفه تقدر يعني ديرها مليح. وتزيين يعني يبقى اختياري لهنا العلبه تاعك تحبي تزينيها كيما تحبي، يعني تقدري تزيدي فيها حبه رافايلو، تقدري تزيدي فيها واش تحبي نتيا. يعني انا درت لكم هذا، والمره الجايه بربي ان شاء الله نزيد ندير لكم القلوب المحشيه، يعني في راس السنه، يعني كي نلحق راس السنه بربي ان شاء الله ندير لكم هذوك القلوب المحشيه، ندير لكم بزاف موديلات ان شاء الله يا ربي لحينا ربي. يعني كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. يعني خفيفه سهله، مقادير بسيطه. انا استعملت واش كان عندي في الدار، يعني ما شريتش والله حاجه. نقول لكم حبيباتي كما تعودتوا عليا، اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي تعليق محفز، راني نموت على التعليقات تاعكم الايجابيه. وما تنساوش لي جيم البنات، لي جيم، يعني انا والله غير نحير في البنات هذوك اللي يدخلوا يتفرجوا، نشوف يعني نسبه المشاهده مي لي جيم قليل. يعني ان شاء الله يعني ديروا لنا لي جيم برك البنات. وكما عودتكم اللي تحب اي وصفه تكون في القناه، والله اي حبه اي وصفه تقول لي باك في التعليق، ولا تروح للجروب تاعنا الخاص، دوك نخليه لكم اسفل الفيديو وتخلي لي راح نلبي لها اكيد الطلب تاعها. الى الملتقى ان شاء الله في وصفه قادمه.